واش عادي تخلي راجلك يغبر عليك أكثر من عام على ودية الخدمة؟ نسمح ماشي مشكل، حيت إلا كنت كنثيق فيه راه غنسمح فيه غنسمح ليه يجي يسافر ويجي حيت كنثيق فيه. انا ما متفقش مع الهضره ديالها. الراجل الا عنده شي مراه واضطر انه يسافر يدي مع مراته، مثلا الا غادي يمشي عام ويخدم بعيد على الدار يدي مع مراته حسن ويرجع يرجعها معاه. باش تغبر على مراتك عام خويا هذا راه ماشي ما يتقبلهاش العقل. بالنسبه لا ليك لا ليها، هي ما تقدرش تبقى بوحدها عام وانت ما تقدرش تبقى بوحدك بلا عام، يعني يقدر يوقع الغلط. لا طبيعة الحال يبقى يعيط ليك ويسول فيك وتعيطي ليه وتسولي فيه، حيت الا كان الخدمه ضروري غتخليه يمشي ماشي غتمنعيه على خدمته. تعيطي ليه وتسولي فيه ولا يعيط لك ويسول فيك، هذا ماشي كافي، هذا غير كافي لبزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يطراو. من المفروض انهم يتجمعوا في بلاصه واحده. سافر السيد بعيد غادي يبعد عام، غادي يمشي بعيد على دارهم ولا على مراته عام، يدي معاه المراه ديالو ما يخليهاش بعيده عليه. هذا هو هكا كنشوفها وما نعرف كل الراي ديالو.